السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم إن شاء الله. باقا في هاد اللبسة ومازال مساليتهاش كما كتشوفوا، المهم كنفيني فيها بشوية بشوية. دابا من بعد ما طلعت الألوان كاملين من هاد الجهة ومن هاد الجهة في اللبسة كاملة من القدام. هذا دابا راه الخدمة ديال القدام، يعني هي منبتة طلعتها بثلاثة ديال الألوان وثلاثة الألوان من هاد الجهة. العنق مازال مخدمتوش، يعني غير طلعتها كاملة وغادي نشرك نص ثقب بهاد اللون زرق بهاد الطريقة هادي. المهم هادشي اللي طالبه مني مولاتي، يعني بطبيعة الحال كندير لها يعني داكشي اللي بغات. المهم من بعد كما قلت لكم من بعد ما طلعته، المهم دابا كنهبطها على حد 40 سنتيم، ماشي 40، 43 غندير لها فيها، لان خصها تجي تحت الحزام. هاد اللبسه هادي بطبيعه الحال كتحزم، كيكون عندها الحزام، يعني نص ثقب خصو يكون في 43 سنتيم. غنهبطها 43 سنتيم. المهم بثلاثة ديال الغرزات، الخيط مبروم على ثلاثة ديال الشعرات صافي، وكنشرك على كما قلت لكم على حد 43 سنتيم. نتمنى الشرح يكون واضح. الدرس غادي نديرو له المغلف، جوج ديال الدقات مغلف، المهم كيجي غير صغير. انا بديت طالعه به في واحد الجهه في الفتحه التحتانيه. دابا ما بقاليش فيها بزاف، راه قربت نساليها الحمد لله. درت لها خدمت لها الكمام، خدمت لها الطلعات، خدمت لها الدرس ديال الكمام والدرس ديال الجناب. ما لحقتش نصورها معكم، مضغوطه شويه. المهم ان شاء الله يا ربي، كما قلت لكم دابا غادي نهبط غير هاد الهبيطه هادي باللون هاد الزرق صافي، وغادي نهادا غادي ندير الدرس ديالي صافي. غندرس، غنخدم العنق، غنهبطها من الجناب حتى هي بطبيعه الحال بالدرس. الدرس غير ديال 3 ولا ديال 2 غادي نبتو، نشاركها معكم ان شاء الله ملي نساليها. اهم حاجه في هذه الخدمه، المهم ماشي مزيره بزاف في نفس الوقت ماشي مرخيه، يعني بالخاطر غير بشويه. المهم الدقات مقادين، ما نخليش مثلا شي عوينينه مخدوماش ولا شي حاجه، يعني الدقات خصهم يكونوا عينينه بعينينه. كنهز الخيط كامل ملي كنجي نخدم، كنهز الخيط كامل، يعني ماشي كنضرب في النص ديال الخيط هكا باش ما تجيش الخدمه باش نتفه وخايبه. الخيط كنحاول نهز العوينينه كامله باش الخدمه كتجي متقونه صافي. المهم نكمل. نتمنى الشرح يكون واضح. الله يعاونني عليها نكمل ان شاء الله في هاد اليومين اللي بقاو لي. المهم كما قلت لكم بقى لي غير كنفيني هذا الحمد لله، بقى لي غير العنق هو اللي فيه الخدمه، اما الشغل الاخر راه دغيا دغيا غادي يسالي. ايوا صافي ان شاء الله نساليها ونشاركها معكم كامله. كما قلت لكم دابا غادي نخدم لحد 43 صافي، وغندوز الدريس ديالي نهبطو نطلعو من هاد الجهه ونهبطو من الجهه الاخرى صافي. نتمنى يا ربي الحبيب الشرح يكون واضح وتستافدوا. اللبسه بطبيعه الحال الخدمه كيكون فيها الخدمه بزاف، ماشي بحال جلابه ولا قفيطان ولا قميص، واخا كاع يكون عريض في نص طوق وهو رقيق من الهبيطه القداميه ولا هذا، كيكون الخدمه فيه سهله. اللبسه لا، اللبسه فيها الخدمه بزاف، فيها الجناب خصهم يهبطوا بالدرس. يعني كطلع واحد السلسله هكا، كطلع ديك السلسله وعاد كديري فوق من الدرس. الكمام مخدومين عراضين بنفس الخدمه هذه بثلاثه ديال الالوان مدوزين بنفس الدرس. العنق حتى هو عاد تخدم بنفس الطريقه. ايوا صافي، المهم يعني فيها الخدمه، فيها الخدمه بزاف. في اللبسه كيكون فيها الخدمه بزاف. هادشي بطبيعه الحال عاد القفيطان ديالها راه طالع بنفس الخدمه هكا. المهم نتمنى الفيديو يكون واضح والشرح يكون مفهوم. نساليها ان شاء الله ونوريها لكم. المهم المبتدئات من الاحسن ما تشدوش اللباسي، فيعني كيضيعوا الوقت بزاف، في نفس الوقت ما يعطيكمش الثمن مناسب. يعني من الاحسن المبتدئه ما تشدش اللبسه. شدي اختي القميص، شدي جلابه، شدي قفيطان. بحق اللبسه صعيبه بزاف وفيها تماره بزاف وخصها العوين.
راه كتعاوني عليها واحد السيدة الله يجازيها بالخير. ويعني المهم ملي تكون البداية ضروري بنادم يبدا غير بحاجة بياسات اللي بساطين بساطين حتى يتلاقى يدو مزيان، عاد يبدا يشد الحاجات بحال هكا ثقيلين وفيهم الخدمة بزاف باش متملوش ما يطلع لكمش في الراس باقيين في البداية. ايوا نتمنى سيدي ربي يرزقها الصحيحة والسلامة والسلام. المهم تنكمل هاد كما قلت لكم 43 سنتي ونوريكم كيفاش غندير نشرك مع الخدمة مع الدريس. دابا نكمل بعدا هاد الخيط. غادي نكملو ما بقى لي ما نقول لكم. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله يا ربي تستافدوا. من بعد ما كملتها بالطريقه هذه دابا انا بديت كنطلع بطبيعه الحال بلا بيكم. المهم هي هذه الدرس هذا راه عادي رانا حطاه بزاف ديال المرات في القناه. درس عادي كنشدو بهذه الطريقه هذه. المهم الدرس ديال جوج وهذا ومغلف. دابا هاد الدريس هذا ملي كيتبلانشي يعني ملي كيتصلح فكيجي زوين في المنظر ديالو. هاد السيده طلباتولي بطبيعه الحال الموديل يعني كامل غيتخدم بهاد الدرس هذا دغيا كيطلع ساهل ما كيديش بزاف ديال الوقت. المهم بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا في هاد البليصه هذه دابا بين الخدمه الاخرى وبين هذيك الزرق خصني ما نخليش شي زاويه تما ماشي هي هذيك ولا يعني خصها تجي الخدمه زوينه ومتقونه. هنا خصها تجي الخدمة متقونة يعني مخصنيش نخلي شي بليصة ماشي هادي. المهم بين الزرق وبين هادي غتجي واحد الدريس تما وعاوتاني في الزاوية الأخرى نفس الطريقة. عاوتاني أنا درت وحدة هنا ووحدة درتها في الجهة الأخرى حولت يعني تا هو جات لي الوسادة ديك اللقطة ما جاتش. المهم راه درت وحدة هنا ووحدة في هادي باش جات هي هادي كما كتشوفوا ما جاش شي بلاصة ماشي هي هاديك ولا معوجة ولا شي حاجة خارجة ولا شي حاجة معوجة يعني جات هي هادي صافي. دابا غادي نكمل الدرس ديالي بطبيعة الحال نهبط هاد الهبطة هادي كاملة. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي متبعني شكرا على المشاهده والناس اللي جداد ما تنساونيش باللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. هذا ما نقول لكم شكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله تكون شي حاجه جديده وشي حاجه بطبيعه الحال يعني مبتكره شي حاجه اللي يستفد منها الجميع يا ربي. نتمنى تكونوا كنفيدوكم بشي حاجه وشكرا إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.